والله يعني مجرد وجودي أنا والفنانين الكبار هو اللي بيعطيك الإجابة بأنه هذا العمل عمل متميز حقيقة. يعني أنا يمكن هذا أول عمل بعد زمن طويل له علاقة بالبيئة الدمشقية. فالعمل اللي عجبني فيه انه في بداخله بعض القضايا الانسانيه اكثر من اللي تعودنا عليها باعمال اخرى بيئويه يعني. ففي شيء جميل. شو الشيء اللي خلاك ترجع لأعمال البيئة بعد هذا الغياب وخاصة يعني صايرين آخر فترة في كتير أعمال متشابهة بالبيئة. مزبوط. شو الشيء المميز؟ هذا اكثر عمل منه متشابه مع اللي سبقه. يعني اول ما قراته حسيت حالي عم بقرا شيء جديد. وقلت لك الجديد بانه الكاتب فريش شباب، شفتيه انت شباب يعني اخذ دور اخي كمان بالمسلسل. والجديد انه العلاقات الانسانيه موجوده بالاعمال كانه علاقات معاصره. يعني نحن طبعا محافظين على الحاله التراثيه، محافظين على الحاله التاريخيه للحدث، بس هون في شيء انساني جميل، تحسي حالك انه امام واقع لهلا معاش. طيب والشخصية؟ شخصيه جميله. يعني الزعيم نوري بيستلم الزعامه من عمه. لانه الحدث احنا ما بدنا نحكي الحكايه، بس الحدث مثير نوعا ما، لانه بالحلقات يمكن 8 الاوائل بينقتل زعيم الحاره وبيستلم ابن اخوه اللي هو انا. والشخصيه عم بيجسدها طبعا فنان الكبير الاستاذ اسعد فضه. والصراع بالعمل راح يكون بين ندين، يعني بين نوري ابو الذهب وبين عبود شخصية محورية في العمل وشخصية جميلة عم بيلعبها كمان حبيبنا قصي خولي. والشخصية قوامة هنيك مبني أساسا على حالة الظلم اللي عاشها، شاب يتيم وكذا، وحالة الظلم اللي عاشها بيبدأ الصراع بعدم معرفتي لحقائق الأمور. أنا بيتأجج هذا الصراع لنوصل بالنتيجة لخواتم معقولة.